بحيرة طبرية اللي بيحكوا إنه أعور الدجال راح يجي يشرب من هاي البحيرة ويفضيها في آخر الزمان. راح تكون بحيرة طبرية منشفة وإياها قبالي. يقال إنه السيد المسيح مرق مع تلاميذه من هاي المنطقة، في منطقة حطين وبالتحديد بين هذول الجبلين، لهيك في مسرب مي وعين. إنه غادي جبل الشيخ وغاد صفد، هاي كلياتها منطقة طبرية، وهون حطين. كل هاي المنطقة بتطل على كل الجليل الأعلى لبلادنا. بلشت تشوف بحيرة طبرية موجودة غادي. راح امشي هيك اشوف بحيرة طبرية، اطلع الجبل هذا ونرجع من هذيك الناحة ونفوت لهوني على مغارة. انتوا فاهمين قد الموضوع خطير؟ لو بتوقع صخرة كبيرة من اعلى الجبل، فاهمين قد الاشي خطير؟ واكيد صارت يعني في كل مكان، لانه في اثرات صخور تحت في اسفل الوادي، اثرات اشي تاريخي. هاي المنطقة كلها تاريخ. يلا نطلع. كيفكن أصدقائي؟ وأخيرا رجعنا لمسارات الصيف من إربل جنب طبرية، قضاء طبرية. اليوم راح نطلع جبل اللي هو يقع في مكان مميز، منطقة حطين. هذا الجبل العالي اللي متواجد فوق. فخلينا نشوف كيف راح يكون مسارنا اليوم. قرية وادي الحمام معظمها من البدو، وهاي القرية اللي موجودة على ضفاف طبرية، قضاء طبرية بجنب إربل. راح نطلع كل الجبل وراح فرجيكم المغامرة اللي راح نسويها اليوم. راح نتزلق الجبل من أخطر الجبال اللي موجود عندنا في البلاد، هو جبل إربل. حاد، ممكن توقع في أي لحظة، فلازم تكون كثير حذر. وراح فرجيكم المغارة العثمانية اللي موجودة في نص جبل إربل، وراح نطلع طبعا فوقيه، وهو مسار دائري اللي راح نفتل حواليه. شوفوا كيف الحجار مسهلين الطريق للسياح لحتى يطلعوا أعلى هذا الجبل. طبعا في محمية إربل إلها طريقين. في طريق من وادي الحمام القرية البدوية، وفي طريق اللي هو بيجي من منطقة إربل من أعلى الجبل، مسار دائري اللي بيجي من فوق. فأنا اخترت إنه يجي من وادي الحمام، من أسفل هاي القرية، قرية وادي الحمام، حتى نتسلق جبل إربل. طبعا نفوت على المغارة العثمانية، فيها ملان حمام، فنسبة لهيك سموا قرية وادي الحمام في قرية وادي الحمام. هاي قرية وادي الحمام موجودة الأسفل. نسبة السكان مش كثير كبيرة، لكن هاي القرية موجودة من قبل قيام الدولة، فمعظمهم من سكان البدو. كل هاي منطقة حطين يا جماعة. شوفوا الجبال كيف، منطقة كثير مميزة. زمان على المسارات ومسارات الصيف عملنا كثير السنة الماضية، وهسه راجعين بقوة كبيرة لنفرجيكم بلادنا ما أجملها. فيش أحلى من الطبيعة، لكن لو اجيت من هون قبل شهرين كان راح أشوف كل الجبال خضار باللون الأخضر. شوي تأخرت بس مش مشكلة، الحمد لله، كل حال ولا خير.
في كل مكان في شوك. الشوك تعرفوا كيف تعرفوا الدنيا صيف؟ نحن كيف نعرف انه الدنيا صيف؟ من الشوك. لما تطلع هاي النبتة معناها الدنيا صارت صيف، يعني حل فصل الصيف في المختصر. ففي كثير شوك. راح تشوفوا القلعة العثمانية كيف بنوها. عن جد الاشي غريب كثير، كيف انبنت هاي القلعة جوات هذا الجبل كثير غريب. طبعا هن بنوها ليحتموا من وقت الحروب في هاي المغارة، فكانت محصن للعثمانيين، فكان يقدروا ينجحوا في كثير من الحروبات بفضل هاي المغارة العثمانية. راح نوصلها وفرجيكم اياها. يقال انه السيد المسيح مرق مع تلاميذه من هاي المنطقة، في منطقة حطينه بالتحديد بين هذول الجبلين، لهيك في مسرب مي وعين ماء. فراح افرجيكم اياهم كمان بمسار ثاني بفيديو ثاني. لكن هاي المنطقة مميزة لكثير من الديانات، واحدة منهم المسيحيين، لأنه يقال إنه المسيح مرق مع تلاميذه من هذا الجبل بين هذول الاثنين في هذا المسرب. وهي كلياتها منطقة حطين، جبل إربل رح نتسلقه، ورح نطلع من مكان كثير حاد وكثير خطر، من أخطر الجبال الموجودة في البلاد. فرح نكون كثير حذرين، وراح فوت طبعا المغارة العثمانية. راح أفرجيكم كل هذا الاشي بطريقنا. شوفوا حتى في مسار خاص للسياح اللي ملايم، لا في عشب ولا في صخور، حتى نقدر نطلع لفوق. بحيرة طبرية راح افرجيكم اياها كمان. كيف ما تعودتوا علي كل الوقت بمشي على العلامة اللي موجودة في المسار اللي بتدل على الطريق. دايما العلامة إن كان حمراء أو إن كانت زرقاء هي بتدل على الطريق للهدف، يعني المسار. قربنا نوصل لأعلى الجبل، أو تعال نحكي لأول التسلق من الجبل. هذا مسار ما يراوح 40 دقيقة لساعة ونص، طبعا حسب إمكانياتك البدنية. إذا كنت أنت قوي بدنيا راح تعمل المسار في ساعة ل40 دقيقة. طبعا أكيد مناسب كمان للعائلات، فبياخذوا استراحات في كل مكان. درج كثير سهل، تطلع مريح، فيش عشب، فيش شوك يعوق عليك في الطريق. شوفوا قديش جميل انك تيجي في الصباح الباكر لهون. الجبل مانع الشمس انها توصل لهون، فبتيجي الصبح على مهلك وانت رايق. بيكونش كثير الطقس حامي، بالاخص في الصيف زي هذا الوقت. فانا كنت كثير قاصد اني اجي بكير، احنا في ساعات الصبح قبل ما الدنيا كثير تحمي ويصير كثير فيه صعوبة انه نطلع الجبل. فطبعا كثير مهم انه يكون في مي ويكون الطقس كثير بارد في ساعات الصباح، مع هيك انه الطقس كثير كمان حامي حاليا، بس انه الشمس مش كثير قوية، فهذا كثير الاشي منيح ومناسب. عم شوف غزال 1 2 3 بس بعد عني شوي، مش راح اقدر اصور لكم اياهم لانه صعب اني اوصلهم، بس موجودين غادي عم ياكلوا عشب. منطقة مهمة تاريخية. حطين هون كانت معركة حطين، صلاح الدين الأيوبي اللي بوجهه وصل لهون كان معركة مع الصليبيين، فراح على القدس وكان فتح القدس بوقته. تخيلوا قديش مهمة من ناحية حضارات. مغارة في نص جبل
قربنا نوصل عليها. يا أصدقاء لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعطونا رأيكم تحت في التعليقات. شاركوا الفيديو لأصحابكم لأصدقائكم. خلونا نوصل 50,000 مشترك على اليوتيوب في الفترة اللي جاي. قرية عربية، مسار بجنبها مكان تاريخي للعلم. طبرية راح نشوفها عن قرب من أعلى جبل إربل. بعد ما نتسلق المكان الخطير راح نشوف بحيرة طبرية من أعالي هاي الجبال. الجليل الأعلى فوق وصفح بحيرة طبرية. يلا وصلنا على الجبل. بلشت تشوف بحيرة طبرية موجودة غادي. راح امشي هيك اشوف بحيرة طبرية، اطلع الجبل هذا ونرجع من هذيك الناحة ونفوت لهوني على مغارة. راح اخليكم اياها في اخر الفيديو. تابعوني عشان تشوفوا اخطر مكان ممكن يتسلقوا، والمغارة العثمانية اللي ما في منها مكان اخر. مغارة تحصنوا فيها العثمانيون. معركة حطين بجبل إربل. بحيرة طبرية اللي بيحكوا إنه أعور الدجال راح يجي يشرب من هاي البحيرة ويفضيها في آخر الزمان. راح تكون بحيرة طبرية منشفة وإياها قبالي. يلا نكمل مغارتنا العثمانية. طبعا بكل مغارة في حمام، فلهيك سموها وادي الحمام. للقرية موجودة أسفل. انتوا فاهمين وين صرت أنا؟ كل هذا الجبل طلعته في وقت قليل. صرت في المكان اللي بشوف منه كل القرية، قرية وادي الحمام. شوفوا جمالها، قرية عربية بجانب بحيرة طبرية. طبعا لأنه أغلب القرى العربية اللي كانت بجانب بحيرة طبرية راحت وقت قيام الدولة، فلهيك ظلت هاي القرية اللي كان في كم من بيت فيها. وهسه اليوم صارت أكثر طبعا، لكنها ما زالت بجانب بحيرة طبرية، قضاء طبرية، حطين. يلا نكمل. إن شاء الله أكون عم فيدكم في هاي المعلومات المهمة من جبل إربل حطين. لما فوت على مغارة راح تشوفوا قديش الاشي كثير غريب، كيف قدروا يبنوا مغارة في وسط جبل. هاي مقتطفات صغيرة، شوفوا كيف خنادق. طبعا الاشي مش هون، الاشي جوا. قلعة موجودة جوا الجبل هذا، مش فتحات صغيرة خنادق، لا هي قلعة كبيرة موجودة بتفاصيل كثير غريبة ومميزة بناها الإنسان اللي هن العثمانيون. فراح نشوف كثير إشي مميز. استنوني بعد ما نتسلق الجبل الأخطر في البلاد. انتوا فاهمين قد الموضوع خطير؟ لو بتوقع صخرة كبيرة من اعلى الجبل، فاهمين قد الاشي خطير؟ واكيد صارت يعني في كل مكان، لانه في اثرات صخور تحت.
في اسفل الوادي، بس ان شاء الله لا، ان شاء الله انه خير. كل هاي هي بيوت انبنت جديد بجانب طبرية، حتى بلشتوا تشوفوها اكيد من هون، قربنا نوصلها. قد الاشي حلو ومميز. شايف في اشي نايم، حيوان بعتقد. حتى نشوف شو هذا، خليكم معي. شو هذا؟ في اشي ميت. هذا ميت ولا نايم؟ ايش هذا؟ في اشي ماكله. قنفذ، على ما اعتقد انه قنفذ. بعتقد انه حيوانات بين بعض، اشي هاجم عليه. خلينا نكمل لانه بقدرش اوقف حده، له ريحة كثير صعبة. الصراحة جربت اني اعبر هذا الطريق عشان اقدر اتسلق وافرجيكم قديش الاشي خطير، انه ممكن واحد يقدر يطلع لفوق، بس الاشي شوي كان صعب لانه مسكرين الطريق من هون. بعتقد في موسم خاص انه اقدر اعبر لفوق، فبيكون في بوابة مسكرة وممنوع العبور، خطر. بس راح افرجيكم القلعة العثمانية وراح افوتها، افرجيكم تضاريسها من جوا. خليكم معي. ما شوفوا كيف المنظر من هون. يا جمالك يا بلادي. انه غادي جبل الشيخ وغاد صفد، هاي كلياتها منطقة طبرية، وهون حطين. كل هاي المنطقة بتطل على كل الجليل الأعلى لبلادنا، بحيرة طبرية، جبل الشيخ، صفد. شوي الشمس غابت، شوي ضاقت لأنه المكان مسكر فوق، مع أنه ممكن أقدر فوت، بس رح يكون شوي خطير إني لحالي يكون متواجد بين كل هاي الجبال، فشوي رح يكون خطير. فلهيك فضلت ارجع افرجيكم القلعة العثمانية من جوا، نشوفها سوا. وشي مرحلة بس يفتحوا الطريق لفوق بفرجيكم قديش جمال المكان من اعلى جبل اربل. يلا وصلنا باب القلعة العثمانية. انتوا فاهمين قديش جمال بلادنا رائع، مش طبيعي. في بلادنا بتلاقي الانهار والجبال، الوديان والانهر، بتلاقي كل شيء. بتلاقي الثلج، وبتلاقي الربيع، وبتلاقي كمان الصحراء. كل تفاصيل الطبيعة موجودة في بلادنا من شمالها لجنوبها. لو كيف الإنسان كان يبني الصخور على شكل حائط. طلعوا كيف المغر هون كانوا يحتصنوا لما يصير في حروب، فبنوا كثير خنادق زي هيك في كل الجبل. مغر. بس لسه بعدنا نتقدم عشان نوصل باب القلعة من جوا. هاي مغر اللي هي موجودة برا، كانوا يقدروا يعني انهم يحتموا في هاي المغر الصغيرة ويشوفوا العدو من بعيد. وين ما كان في هاي المنطقة في كل حطين بيشوفوا العدو، وهاي واحدة من الأساليب اللي استعملوها. ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله. نطلع كمان شوي لفوق. شايفين في كثير حمام جوا، راح نقرب وافرجيكم قد ايه في كثير حمام في هاي المغر. ليك اصلا اسمه وادي الحمام. كل هذا الوادي الحمام موجود في هاي المغر في نص القلعة العثمانية. يلا نطلع ونشوف. طبعا حطوا شبابيك هون من خشب حتى يدعموا الشباك او الباب تبع المغارة ما يوقعش. طبعا انه زمان وقديم جدا، ف هاي مساعدات حتى الجدار كله ما يوقع. شوفوا كيف كانوا بانيين من حجار. كل هاي يعني اثارات شيء تاريخي. هاي المنطقة كلها تاريخ. يلا نطلع. طبعا هاي ما كانتش بس حطوها عشان يسهلوا على السياح. بعتقد اخر مرة كنت حتى هاي الحديد ما كانش كله هذا دعم. شوفوا يا جماعة من هون كيف المطل. ما شاء الله ما شاء الله. كثير من رحلات المدارس بيعملوها هون، فليك لازم يكون كل اشي تقريبا آمن. فحاطين وين في فتحات دعم او سكروها بخشب او بشي، اي اشي ممكن يساعد حتى ما حدا يوقع لما بيجوا لهون صفوف مدارس بكل ربيع او صيف. طبعا في حمام في كل مكان. شوفوا كيف قناطر مبنية بشكل كثير محترف. طلعوا البنية كيف. هي أشخاص ولا تعلمت كيف تبني، الحياة اللي علمتهم. هاي كانوا يشوفوا منها العدو لما يقترب للمنطقة، عشان هيك صغيرة. انتوا فاهمين قد ايه في هون خنادق ومغر
ومحلات اللي ممكن يختبوا فيها. قلعة عثمانية، يعني بحروب صلاح الدين، بحروب الصليبيين، لما كانت معركة حطين بالأخص، بعتقد إنه هاي كانت القلعة مستخدمة. جبل إربل طبعا هذا يعتبر هذا كمان جبل إربل، بس بمساحة كلياتها بمنطقة حطين. شوفوا كيف بلشنا مسارنا من تحت أسفل هاي القرية لحتى هون، مشينا وطلعنا ووصلنا على قلعة جبل إربل، القلعة العثمانية. رائع. طبعا ملاني أعشاش طيور، وبالأخص الحمام ملاني. أول مرة بشوف مكان طبيعي، يعني من الطبيعة موجود فيه طيور بهذا الشكل. بشكل عام بيكونوا موجودين في المدن القرى بالأسفل مو بالأعلى، إلا هذا الجبل. فهيك البنية غريبة جدا، مكان بيسطل، كل اشي قديم لساته عم موجود، وعشان هيك عم بدعموا كل اشي ممكن يوقع مع مدار الوقت، بدعموه بحمالات زي هاي حديد او بخشب. وطبعا عشان يحافظوا يعني على هيك مكان مميز في بلادنا. كنت معكم انا عدي، تابعوني على اليوتيوب، فيديوهات كثير قادمة على الطريق. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعطونا رأيكم تحت في التعليقات. خلينا نوصل 50,000 مشترك قريبا يا اخوان. سلام.